في إطار العناية التي توليها مؤسسة لفئة السجناء السابقين وخصوصا النساء. اليوم بمقر الولاية تم توزيع مجموعة من المشاريع المديرة للدخل لفائدة 16 مستفيدة، من بينهما خريجة من مركز حماية الطفولة. وقد بلغت التكلفة الإجمالي لهذه المشاريع ما يناهز 558 ألف درهم، وقد غطت مجموعة من المجالات منها ما هو حرفي وخدماتي ومطعمي. وترم هذه العملية إلى إعادة إدماج هذه الشريحة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، كما تخللت هذه العملية توزيع مجموعة من الأعطيات لفائدة نازلات ونزلاء مركز حماية الطفولة، وكذلك أعطيت لفائدة نازلات المؤسسات السجنية بأيت من الجوج ولدايا. اليوم احنا في الولايه الحمد لله دفعت للدعم ديال الماتيريال واستفدت منه، وشكرا لمؤسسه اعاده محمد السادس لاعاده الادماج، شكرا على الصبر ديالهم، شكرا على المواكبه ديالهم. والحمد لله انا دابا راه ديجا 4 سنين هذه او 5 سنين باش بدا البروجي ديالي. اليوم زدت ماتيريال جديد على الماتيريال اللي عندي باش انني نافونسي في الخدمه ديالي ونطلع من لا كاليتي ان شاء الله. انا بالنسبه لي عندي في الصاله وخياطه، استفدت من ماكينات ومن معدات اللي غادي يعاونوني في المشروع ديالي. انا خديت الدبلوم ديالي في المؤسسه السجنيه، والحمد لله خرجت وواكبتني المبادره. هاد المؤسسه هي ديال محمد السادس اللي يعني وفرت لي هاد المواكن وهاد المعدات اللي غادي يعاونوني في المشروع ديالي ان شاء الله.